ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل ايه؟ هنعمل قراقيش، هنعملها بطريقه سهله وسريعه. ومقاديرها موجوده عندنا في البيت، يعني مش حاجه صعبه ولا حاجه. اولا كده هبدا اعمل ايه. هعمل الخميره عشان اشوفها برضو شغاله ولا ايه. معايا معلقه كبيره من الخميره ومعلقه كبيره من السكر على ربع كوبايه من ميه، وهقلبهم مع بعض وهسيبهم يتفاعلوا مع بعض عشان لو الخميره نوعها مش حلو يبقى ده الاختبار بتاعها. يعني ده بنعمل لها اختبار بالطريقة دي. هتعلى شوية معانا، خلاص هنعرف ان هي ايه، هتبقى مظبوطة معانا في العجين. معايا ايه بقى؟ المقادير بتاعتنا بتاعت القراقيش: نص كيلو من الدقيق، هنخله عليه معلقة كبيرة من بيكنج باودر، رشة ملح، 3 معالق من السمسم، سمسم يكون متحمص، ومعلقة كبيرة من الشمر شمر على ينسون مطحونين مع بعض. عايزه اقول لكم ريحه وطعم تحفه. يعني الشمر على اليانسون عملوا ريحه حلوه قوي. ومعايا كوبايه من الزيت. كوبايه الزيت انا مدفياها شويه، يعني مش سخنه، لا مدفياها شويه. هتخلي السمسم يبقى متحمص وطعمه حلو، مش هيبقى طري. فبجد يعني لازم ندفي الزيت. مش هناخده كده ايه ساقع كده او بدرجة حرارة المطبخ يعني ونعمل بيه. لا، ندفيه شوية ونبدأ بقى نشرب الدقيق بالزيت. وممكن كوباية الزيت دي نخليها نص كوباية، ونحط ايه نص كوباية من السمنة، برضو بتبقى حلوة قوي. هنبدأ بقى ايه نشرب كده الدقيق زي ما قلت لكم لحد ما يبقى زي رمل البحر كده. وبعد كده أبدأ أحط ربع كوباية من المية الدافية. يعني أنا معايا كوباية مية دافية، بس هحتاج منها ربع كوباية بس. ومعايا أنا طبعا ربع كوباية في الخميرة. يعني أنا ما احتاجتش لنص كيلو الدقيق ده غير ربع كوباية، نص كوباية من المية، الربع اللي هو ده والربع اللي على الخميرة، بس كده. يعني مش هنحتاج لها مية تاني خالص. حابين بقى تعجنوا بلبن، اوكي، بتبقى حلوة برضو. بس احنا حبينا نعملها ايه بالطريقة اللي هي المعتادة، يعني اللي بنعمل بيها على طول. عايزة اقول لكم لا، حلوة، طعم تحفة. الخميرة حلوة. يعني علت زي كأنها بتخمر كده معانا، او بتعلى شوية، بتتفاعل يعني كده. ولو حطيناها في حاجة اقل من المج ده كنتوا هتشوفوها اكتر. بس حطيتها بقى وهبدأ ألم العجين، مش هعجنه عشان ما يقلبش معايا على عيش. يعني لو هعجن فيه هيقلب معايا ايه، هيبقى زي العيش، هيبقى طري. القريش يعني هتبقى طرية، لكن احنا ايه هنلم العجين كده زي طريقة الكحك والحاجات دي. فهنلم مش هنعجن زي ما انتوا شايفين كده. بصوا العجينة طالعة لينة وحلوة قوي. هي دي بجد العجينة المظبوطة للقراقيش. عايزه اقول لكم بجد نص كيلو من الدقيق عمل لنا كميه حلوه قوي من القراقيش. يعني بجد الايام ديت في الفران، يعني القراقيش لا بجد، يعني سعرها بقى فوق قوي، يعني ايه ده. يعني كيلو القراقيش ب60 جنيه، فاحنا ليه ما نعمله في البيت بكل سهوله. يعني ما خدش وقت معانا ولا حاجه، وما تكلفش حاجات كتير. يعني المقادير كلها موجوده، يعني اكيد هتبقى موجوده عندنا في البيت. يعني لو هنحتاج ايه العجوة، الملبن، الحاجات دي، الحشوة يعني. هي دي الحاجات مثلا اللي ممكن تكون مش موجودة عندنا يعني. لكن بقية المقادير هتبقى موجودة عندنا في البيت إن شاء الله. هبدأ بقى. أنا سبتها تخمر طبعا نص ساعة. غطيتها وسبتها نص ساعة. ممكن نسخن الفرن ونحط العجين بتاعنا في الفرن، بس هو إيه، يعني سخنا الفرن وطفيناه ونحط العجين في الفرن هيساعد برضو إن هو يخمر بسرعة. بس أنا غطيته بكذا حاجة فخمر يدوب في نص ساعة. بس معايا بقى عجوة، عجناها بمعلقتين من الزبدة. مش حطها على النار خالص عشان ما تنشفش. يعني زمان كنا بنحطها على النار ونقلب وكده في الزبدة، لا بتنشف. يعني الحاجة اللي احنا حاشينها بيها بتستوي. وبتلاقوا العجوة بتشد جوه، فبتلاقوا الحاجة اتفرفتت من عليها. فاحنا ما نحطهاش على النار خالص. بصوا الشكل تحفة. احنا نعجنها بمعلقتين من الزبدة كده بايدينا لحد ما تبقى ايه زي العجينة الطرية، ونفس الكلام الملبن. بس انا عشان كانوا موجودين عندي اصلا من قبل كده، كنت عاملة وصفة قبل كده. فكانوا موجودين، فان شاء الله ما نعمل حاجة تانية هوريكم الطريقة اللي انا بعمل بيها.
بس فردنا العجين زي انتوا ما شفتوا كده، وحشيناه عجوة وقطعنا بطريقة سهلة يعني وبسيطة، وممكن بسكينة عادي جدا. بس هكمل اهو. بصوا العجين بقى ايه بيتفرد بكل سهولة، لانه خمر كويس، اخد وقته يعني ايه في التخمير. بس هو ما عادش يعني كتير، هي نص ساعة، مش اكتر من كده. بس احنا نحطه في مكان دافي. هبدأ بقى افرد العجين، ما سيبهاش ايه تقيلة قوي، يعني هفردها بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، عشان لان انا ايه هلفها تاني. لكن لو هعملها بقى سادة، لا هفردها اقل من كده شوية واقطعها. برضو السادة بتبقى تحفة، بس انا ايه حبيت احشيها النهاردة زي اللي بنشتريها من الفران يعني، فحلوة يعني بجد الطعم تحفة. بس حشيتها وقفلتها بس، وهبدأ ايه اضغط عليها كده، افردها تاني. بصوا تبقى بالسمك اللي انتوا شايفينه ده، مش اقل عشان ما تنشفش، ومش اعلى عشان ما تبقاش تقيلة. بس وابدأ اقطعها بالطريقة دي، وهسيبها نص ساعة تاني تخمر في الصاج وهي متشكلة بقى ومحشية. وهدخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180. هعمل ايه بقى، هشغل الفرن قبلها ب10 دقايق يسخن، لان المخبوزات زي ما انتوا عارفين بتبقى عايزة تدخل على فرن سخن. يعني لما بتدخل على فرن سخن بتلاقوها استوت بسرعة، ما نشفتش معانا. اول ما نلاقوا الجناب احمرت كده او خدت لون ذهبي، نفتح الشواية 3 4 دقايق بس، ايه نبقى واخدين بالنا قوي عشان ما تتحرقش مننا. فهتلاقوا بجد الطعم حلو قوي. يعني نحاول ما نسيبهاش اي مخبوزات معانا ما نسيبهاش في الفرن كتير عشان ما تنشفش. اول ما تاخد لون ذهبي نفتح الشواية عليها ونبقى واقفين جنبها عشان ما تتحرقش مننا. ونحاول بقى ايه الخبز بتاعنا، او يعني اي مخبوزات نعملها، بجد الصواني اللي هي الالومنيوم مفيش احلى منها، والصاج اللي انتوا شفتوه قبل ده. لكن الجرانيت والحاجات اللي هي دي بجد لا، مش حلوة خالص في الخبز. عايزة بقى حد يبقى واقف كده جنب الفرن على طول، علشان حاجة ما تتلسعش مننا، يعني ناخد بالنا قوي. بصوا دي عملتها الطريقة دي تحفة برضو. لفيتها رول كده زي ما شفتوا. بس ومعايا لبن، هبل في اللبن كده، وفي السمسم. يعني انا حطيت في اللبن عشان السمسم يلزق ايه في القراقيش. برضو الطريقة دي تحفة. اكيد بتشوفوها في الفرن برضو لما بنشتريها يعني. برضو الشكل ده حلو قوي. وعملناها بكل سهولة. وممكن بدل اللبن اهو ممكن نبلها في مية عادي جدا يعني، هتلزق برضو يعني، مش شرط يبقى لبن. بس يعني تحفة بجد الطريقة دي برضو حلوة قوي. والسمسم بقى ايه اتحمص كده، لا بقى طعمه تحفة. متنسوش بقى اللايك والشير والسبسكرايب، وتعليقاتكم بقى الحلوة بجد اللي بتشجعني. هنكمل بنفس الطريقة. وزي ما قلت لكم هنشغل الفرن كده واحنا شغالين، يعني قبل احنا هنسيبها بقى طبعا نص ساعة. قبل النص ساعة بشوية نشغل الفرن. بس هتدخل على درجة حرارة 180 على الرف اللي في النص. ما نحطش على الصاج تحت، لا على الرف اللي في النص. بصوا طلعناها تحفة، لون حلو قوي. هنسيبها بقى لحد ما تبرد خالص، ونبدأ بقى نشيلها من الصاج. بصوا لونها حلو قوي. واللي هي بالسمسم دي برضه تحفة بجد. خلاص كده بصوا، يعني نص كيلو من الدقيق عمل كمية حلوة قوي، وبجد تحفة. يعني لما تبرد اكتر هتلاقوها بقت مقرمشة اكتر. عملنا بقى شاي بلبن، وبجد لا حلوة جدا. لا تحفة في الساعة دي بقى، بجد المخبوزات بتبقى حلوة. جربوا بقى وقولوا لي رأيكم، وإن شاء الله أشوفكم في فيديو جديد. مع السلامة.